السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، اهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو جديد وموضوع اخر جديد ان شاء الله. شكرا بزاف على التعليقات ديالكم، شكرا على لي لايك ديالكم، شكرا على التفاعل ديالكم معنا، وشكرا على النصائح ديالكم اللي هي زوينه، واللي في نفس الوقت كاينين نصائح وتعليقات خايبه ما كيهموناش. هو حتى الخايبه كنستافدوا منها وكنديروا بها باش نصلحوا حالنا للاحسن ان شاء الله. اخوتي، كما قلت لكم غنشوفوا هذا الفيديو اللي هو فيديو ديال الحفل اللي غيتقام بالمغرب، حفل جوائز الكاف. مجموعه من اللاعبين، يعني من احسن اللاعبين اللي كاينين في افريقيا، كياخذوا جوائز. اخر تنظيم كان في مصر في الغردقه من 2019 وتوقف بسبب الوباء ديال كورونا. وهذا العام ان شاء الله يعني يوم 21 يوليو غادي يكون هذا الحفل هذا في المملكه المغربيه. ناريكم تشوفوا واش داروا الناس على هذا الحفل. انتم راه شفتوا معايا الفيديو، انتم الناس غيحماقوا علاش يتنظم في المغرب حفل جوائز الكاف بالمغرب. علاش ما يتنظمش في الجزائر؟ وعلاش حشوم عليكم ما نظمتوش ليهم في الجزائر؟ علاش بالضبط المغرب؟ حشومه، خاصكم تنظموا لهم بالجزائر. وكذلك سيادي غادي تكون نهاية كأس إفريقية للسيدات اللي غادي تهو تكون كذلك، تهو اللي غيكون كذلك بالمملكة المغربية. وانا المغرب هو هذا المغرب سنورمال ينظموا فيه حفل جوائز الكاف، غينظموا فيه شحال من حاجة، مهرجانات، كأس الأمم إفريقية، يعني شحال من حاجة للسيدات هو غادي يتنظم في المغرب. ما فهمتش انا علاش نتوما كنقول لكم دائما كنجيو كنلقاو ان المغاربه وحلين لكم هنا في القروطه. علاش هادشي كله؟ والله تبينتوها بين راه حاسديننا، بين راكم مغيارين غيرين منا. علاش كديروا بحال هكا؟ والله يزحشوم حشومه عليكم، عيب وعار انكم ديروا هكا. وحنا ما كنحسدوكم، ما كنغيروا منكم، وما كاينش اصلا علاش غنغيروا منكم، وما كاينش اصلا علاش غنحسدوكم. هادشي اللي كاين. وكما كتعرفوا انه كتعرفوا اخر تنظيم كان في مصر بالغردقه، ما كملش على وديت وباء كورونا اللي كان ديك الساعه وباء كورونا. وهذا يعني في وهذا العام غيكون ان شاء الله، وان شاء الله غيكون هنا في المغرب في 21 يوليو بالمغرب، غيتنظم هنا بالمغرب في 21 يونيو. كانت غيدار في مصر في الغردقه ساعه كما قلت لكم مع وباء كورونا تحبس، ما دارش، يعني تحبسوا شحال مهرجانات وتحبسوا نشاطات واحتفالات على وديت وباء كورونا اللي كنا الله يحفظنا منه ويحفظ جميع المسلمين من هذا الوباء. وسبحان الله العظيم ملي كتسمع في البلاد غيكون شي مهرجان او يكون عندنا شي حفل كبير غادي يجوا فيه المغنيين الكبار او لعابه، او كما قلت لكم هذا سميتو الحفل ديال الجوائز ديال الكاف اللي غيتقام بالمغرب ان شاء الله. يعني كيبانوا الحساده وكيبانوا المغياره وكيبانوا المسمومين، كلشي كيبان. كيكونوا غاديين معاك عا كيسمعوا المغرب عنده شي حاجه غدار فيه، كيبانوا خارجين لك القرون، دايرين القرون، كل واحد فين خارج. علاش ما بغيتوش نتوما تشوفوا عندنا شي حاجه زوينه في المغرب؟ علاش ما كتبغيوش تشوفوا عندنا شي حاجه زوينه في المغرب؟ يعني كل لقيتو نتوما تعطيو للمغرب واحد القنبله الدريه قنبلاتو كون ارتاحيتو، والله حتى كترتاحوا. علاش المغرب كديروا معاه هكا؟ كنت شوفوا يا خوتي بعض التعليقات يا تا غتموتوا بالضحك، وحق الله تا غتموتوا بالضحك. تعليقات بين راه
حاسدين المغرب من الدرجه الاولى، بين راه مغيارين من المغرب من الدرجه الاولى. مي سبحان الله كون استضفتها الجزائر، غادي تكون افريقيا مقاده، وغيكون الكاف زوين وغير مرتشي. هادشي كون استضفتها الجزائر. اما دابا فاش استضفتها المغرب فيها شحال من حاجه ما زويناش افريقيا وما مقاداش وهذه واخده الرشوه، واخده شحال من حاجه. ملي تشدها الجزائر ثاني تكون هضره اخرى، تكون حاجه اخرى، ما غاديش تكون مرتشيه. ميتو بالله عليكم كل الجزائر نخليو الكاف تختار الجزائر، ونخلينا الكاف تختار الجزائر. هذيك هي المصيبه الكحله، هذيك هي المصيبه الكحله اللي غتكون، انه الكاف تختار الجزائر، يتنظم فيها حفل توزيع الجوائز. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. والدار بالضبط الضيف وهران، ما دار حتى شي بلاصه اخرى الا في وهران. هذاك هو المشكل العويص. يا سبحان الله. قال لك علاش اسيادي يتنظم بالمغرب وخصوصا بمراكش؟ علاش يتنظم؟ وحتى حنا سيادي حنا بغينا يتنظم عندكم في وهران يدير. يلا تخيلوا خوتي انه حفل كاف يعني لتوزيع الجوائز كاين بوهران، يتنظم بوهران. يا سبحان الله. عرفتوا علاش تنظم بمراكش؟ لانه مراكش مدينه زوينه ومدينه كبيره ومنظمه، لا من ناحيه اوطيلاتها لا من ناحيه اي حاجه فيها طرق. مش مراكش، المغرب كامل الحمد لله، ما حتى بلاصه في المغرب ما خايبه عندنا، كلشي زوين. وباش نعطيوكم الموعد ديال الحفل، غيكون نهار 21 يوليو بمدينه مراكش بالمملكه المغربيه الجميله، اللي عندها هبه كبيره، اللي عندها ناسها الزوينين، اللي عندها ناسها المضيافين. كما قلت لكم ما جاوش اختاروا المغرب هكاك، اختاروا المغرب لانه عنده مواصفات، عنده شروط. يعني هما عندهم شروط لقاوها في المغرب، مواصفات لقاوها في المغرب، من ناحيه النظافه، لا من ناحيه التنظيم، لا من ناحيه التعامل، لا من ناحيه كلشي مهيئ للمهرجانات، موجود كلشي الاحتفالات. حتى الى جاو لعابه كبار غادي يطمئنوا في المغرب وما غاديش يرجعوا خايبين، يعني يرجعوا مرتاحين، لانهم عارفين المغرب اش فيه، وماشي غير هذا الحفل اللي جايبهم. يعني ديجا هما جاو، وكما شفناهم حنا في مهرجان الضحك بمراكش كانوا قبل من المهرجان، وان شاء الله غيجيو مازال مورا هذا الحفل توزيع الجوائز، غيجيو ان شاء الله مورا المهرجان، وجو مورا الحفل ان شاء الله، ومورا وانتوما مابقاش تفقسوا شويه عليكم، لانكم غادي تمرضوا، لانه اللعبه ديالكم غيجيو المغرب، غيجيو بغيتوا او كرهتوا. ملي كنتو بغيتو تنظموا في وهران بالجزائر، بغيتو تنظموا غادي ديروا الضحكه في ريوسكم، ديروا الضحكه. حتى الطواليطات ما عندكمش في مطار وهران، اخر حاجه طواليطات ما عندكمش، بابي طواليط ما عندكمش، المال فضيحه الكبيره. ملي غينزلوا عندكم هاد الناس وهاد اللعابه مشهورين اللي غيجيو من دول، اشنو غادي تقولوا لهم؟ جيبوا معكم قرعي ديال الماء ديالكم باش تشربوا، جيبوا معكم قرعي ديال الماء ديالكم باش توضاو، او جيبوا بابي طواليط ديالكم، او جيبوا طواليطات متنقلين. راه ما عندناش طواليطات. هاي قال لك جاهم الحسد علاش المغرب ينظم حفل الكاف لتوزيع الجوائز. شوفوا الغيره والحسد،
وهما ما عندهم حتى شي حاجه باش ما عندهمش مؤهلات، ما عندهمش اشنو غيقدموا لهاد الحفل هذا، اشنو غيعطيو، ما عندهم ما يعطيو. قال لك علاش ينوض المغرب ياخذ المغرب الحفل ينظموا. المغرب عنده كل شيء، عنده طواليطات في المطارات واحسن طواليطات كتدخل لهم بحال دخل 5 ايطوال. كاين اللي ما عندنا الحمد لله، كاين عندنا بابي طواليت، شتي عندنا بابي طواليت. نتوما ما عندكمش بابي طواليت، ما عندكم لا مالا بابي طواليت لا طواليطات. خايبه وخايبه المعاوده وباغي تنظموا، وجاتكم الغيره من المغرب حيت اي تنظم فيه حفل الكاف لتوزيع الجوائز، وبغيتو نتوما في الجزائر بوهران. وهران ما فيهاش طواليت، مطار وهران ما فيهاش طواليت، ما فيش لي بابي طواليت والماء. الفضيحه الكبيره الماء، يا سبحان الله. خوتي خواتاتي، بقى لي غنودعكم. الله يهدي هاد الناس يفوتوا عليهم المغرب شويه وما عندهم فين يوصلوه، وما عندهمش علاش يهضروا. ما كاينش يجي يهضر، ممنوع تهضر، لانه ما عندكش علاش تهضر. حتى حاجه ما عندك على المغرب خايبه. وبشهاده الجميع، بشهاده الدول، بشهاده العالم، وبشهاده ناس من عندكم، بشهاده اللعابه ديالكم، بشهاده فنانه ديالكم. خواتاتي، بقى لي غنودعكم. الله يهدي هاد الناس يفوتوا عليهم المغرب شويه وما عندهم فين يوصلوه، وما عندهمش علاش يهضروا. ما كاينش يجي يهضر، ممنوع تهضر، لانه ما عندكش علاش تهضر. حتى حاجه ما عندك على المغرب خايبه. وبشهاده الجميع، بشهاده الدول، بشهاده العالم، وبشهاده ناس من عندكم، بشهاده اللعابه ديالكم، بشهاده فنانه ديالكم. يا ودي كتضحكوا على الشعب ديالكم مسكين، بغيتوه قال لك باغي ينظموا لكم حفل توزيع الجوائز بالجزائر. شتي كيضحكوا عليكم. عرفتي الا جاو داروا لكم فضيحه، والله تيضحكوا عليكم الناس. يجيو يديو عيبكم غيديوه اللعابه والله. اخوتي، شكرا على التعليقات ديالكم، شكرا على المتابعه. كنتمنى ديروا لي لايك وتابوناو معايا. شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على التشجيعات ديالكم اللي كتشجعوني بها، والنصائح ديالكم اللي هي زوينه، وتعليقاتكم اللي هي فيها الزينه وفيها الخيبه، ولكن كل شيء على راسي وعينيا. مرحبا بكم، الى اللقاء في موضوع اخر وفي فيديو اخر ان شاء الله مع زاهرة تيفي، اختي ديالكم من ورزازات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.